هل سبق لك أن قابلت شخصا يدعي أنه لا يهتم لأمرك، لكنه بطريقة ما يعرف كل شيء عنك؟ يراقب تحركاتك، يتابع منشوراتك، وربما يحاول استفزازك دون سبب واضح. ليه لا يستطيع البعض تجاهلك حتى دون أن تتحدث معهم؟ هل الأمر متعلق بك أم بهم؟ في الحقيقة، هناك أسباب نفسية واجتماعية تجعلك شخصا صعب التجاهل. أحيانا لا يتعلق الأمر بما تقوله أو تفعله، بل بمجرد وجودك. هناك أشخاص ينجذبون إليك حتى لو لم يعترفوا بذلك، سواء بسبب هالة الثقة التي تمتلكها، أو لأنك تذكرهم بشيء يفتقدونه في أنفسهم. البعض لا يستطيع تجاهلك لأنك تمثل لهم تحديا. قد تكون ناجحا، مختلفا، أو حتى مجرد شخص لا يمنحهم الاهتمام الذي يريدونه، مما يجعلهم يشعرون بحاجة مستمرة لإثبات شيء أمامك. وهذا النوع من الأشخاص غالبا ما يحاولون التقليل منك أمام الآخرين، لكن في داخلهم هم أكثر الناس انشغالا بك. وهناك نوع آخر، وهو الشخص الذي يحاول أن يكون مثلك، لكنه لا يستطيع الاعتراف بذلك. تلاحظ أنه يقلد أسلوبك، يستخدم كلماتك، وربما حتى يغير سلوكياته بناء على تصرفاتك. في البداية قد تعتقد أنه أمر عابر، لكن مع الوقت ستدرك أن وجودك في حياته يؤثر عليه أكثر مما تتخيل. أما النوع الأخطر، فهو من يحاول استفزازك عمدا، يتعمد تجاهلك أو التقليل منك فقط ليحصل على رد فعل. هذا الشخص لا يريد نسيانك، بل يريد أن يجعلك تلاحظه بأي طريقة ممكنة. وكلما كنت هادئا وغير مقترف، زاد اهتمامه بك. لكن الأغرب من ذلك أن هناك أشخاصا يظلون منشغلين بك حتى لو لم تكن بينهم وبينك أي علاقة مباشرة. ربما لأنك تمثل فكرة معينة بالنسبة لهم، أو لأنك حققت شيئا لم يتمكنوا هم من تحقيقه، فيتحول الأمر إلى صراع داخلي بالنسبة لهم، حتى دون أن تكون أنت جزءا منه. في النهاية، التجاهل الحقيقي لا يعني عدم الحديث عن شخص معين، بل يعني عدم التفكير فيه أساسا. لذلك، إذا شعرت يوما أن شخصا ما يدعي أنه لا يهتم بك، لكنه يتابعك في الخفاء، فاعلم أنك تركت أثرا لا يمكنه تجاوزه. أخبرني في التعليقات، هل مررت بموقف شعرت فيه أن شخصا ما يدعي تجاهلك، لكنه في الحقيقة كان مهتما بك أكثر من اللازم؟ ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، لأن الحلقات القادمة من سلسلة لي ستكون أكثر تشويقا.